بسم الله الرحمن الرحيم. أخي أخيتي، أحسن ما يتمنى الجنين إذا خرج من بطن أمه حليبا من صدرها، وأحسن ما يتمنى الطفل لعبة أو دراجة أو حلوى يستلذ بها، وأحسن ما يتمنى الشاب وظيفة لرزقه وزوجة تسعده ويسعدها، وأحسن ما يتمنى إذا كبر سكنا مريحا يتملكه، وأحسن ما يتمنى من بلغ 60 سنة صحة وعافية تعينه على الحياة. لكن ما أحسن ما يريد الله؟ هل ما كنا نريده سابقا؟ لا والله، وإنما أن تكون داعيا إلى الله. قال المنعم سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإن قال قائل من إخواننا وأخواتنا: كم كنت أتمنى أن أكون داعيا إلى الله لأنا الأعلى مرتبة يحبها الله لنا، فأقول: وما الذي منعك وجوالك بين يديك؟ فبآية ترسلها أنت داع لله، وبحديث بادرت بإرساله صحيحا أنت دعوت إلى الله، وبنسخ كلام طيب وإرساله أنت داع إلى الله، وبمقطع صوتي مبارك قمت بإرساله أنت داعية إلى الله، وبمقطع مرئي ترسله أنت داع لله، وإذا نبهت أحدا عن حديث مكذوب فأنت داعية إلى الله، وإذا توقفت عن نشر حديث لا تعلم صحته فأنت داع لله، وإذا أرسلت طرفة صنعت ابتسامة لغيرك فأنت داع لله، وإذا أرسلت تذكيرا بصيام أو صلاة فأنت داعية إلى الله. فكن من اليوم داعيا إلى الله، لأن الرحيم أكرمك أن جعل الدعوة بين يديك. اللهم ارفع قدر من نشر هذا المقطع واجعله بنشره من الدعاة إلى الله، وصلى الله على من إذا صليت عليه صلى الله عليك بها 10.